في سنة 1897 في شهر يناير حصلت جريمة قتل غريبة، والشاهد فيها كان مش من بني البشر. أنا قمر، بنت عندها 20 سنة. ابتدت قصتي لما حبيت علي اللي أكبر مني ب20 سنة. أنا وأمي كنا عايشين لوحدنا، ماليش غيرها وملهاش غيري. كنا عايشين في بيت صغير وجميل على قدنا، وقدامنا حتة أرض بنرعاها وبنزرعها، وأنا وهي بناكل من خيرها. وفي يوم اقترحت على ماما تجيب عامل يساعدنا في شغل المزرعة عشان كان كتير علينا، وفعلا اقتنعت بالفكرة وعينت علي مشرف على الأرض وبيساعدنا في أعمال الزراعة. علي كان شاب وسيم ومحترم، بس كان أكبر مني ب20 سنة، وأنا مهتمتش بفرق السن ده. أعجبت بيه جدا وبقيت أستغل أي فرصة عشان أبقى معاه وأساعده في الشغل بتاع المزرعة، وكنت بحس كمان إنه بيبادلني نفس الشعور. أمي لاحظت ده وما كانش عاجبها، كانت شايفة إنه مش مناسب ليا بسبب فارق العمر، كمان ما كناش نعرف له لا أصل ولا أهل، وكانت دايما معظم خلافاتنا بسبب كده. المهم في يوم أمي قررت إنها تطرد علي، وبسبب ده قامت خناقة بيني وبينها كبيرة جدا، وكنت شايفاها عدوتي مش أمي. المهم من غيظي منها وقتها اتفقت مع علي إننا نهرب ونتجوز ونبدأ حياتنا بعيد عنها، وفعلا عملنا كده. وجاه الليل وكنت متفقة مع علي إنه يستناني في مكان معين، واستنيت لما ماما نامت وهربت معاه، واتجوزنا فعلا وسكننا في مكان بعيد عن أمي، واشتغل علي حداد علشان يعرف يصرف عليا وعلى بيتنا. ومرت الأيام، وبعد 4 شهور عرفت إني حامل في أجمل بنوتة. وفي يوم بعت علي الصبي بتاعه على البيت علشان يطمن عليا، خصوصا إن كان حملي صعب جدا وكنت تعبانة، وهو يومها كان وراه شغل كتير وكان هيتأخر. لكن لما وصل الولد فضل يخبط جامد جدا على الباب لكن محدش فتح، فرجع لجوزي وقال له إني مش هناك، فقلق علي عليا وجه بنفسه البيت، وأول ما دخل لقاني واقعة من على السلم ميتة. ده الكلام اللي قاله علي للشرطة. أنا المحقق كمال. في يوم اتصل بينا جيران علي وقمر علشان يبلغوا عن حادث. أول ما دخلنا لقينا تجمع كبير جدا في الدور الأرضي من الجيران، والصبي بتاع علي كان موجود كمان. ولما طلعنا فوق لقينا علي نايم على قمر وبيبكي بكاء شديد، مش عاوز يبعد عنها، واضح إنه كان بيحبها جدا. وحتى الطبيب لما جه يكشف على قمر عشان يأكد الوفاة برضه ما كانش راضي يبعد عنها، وكان حاضنها جامد جدا، وأقنعناه بالعافية إنه لازم يسيبها عشان يشوف شغلنا. قام وعدل راسها وفرد شعرها حواليها وقعد جنب راسها وحضنه، وفضل يبص عليها ويملس على شعرها. ولما خلص الطبيب شغله قال لينا إن قمر وقعت من على السلم نتيجة لدوخة شديدة بسبب حملها، مما أدى إلى نزيف داخلي أدى إلى وفاتها، واتقفلت القضية على كده. تاني يوم من الوفاة علي جوزي عمل لي جنازة كبيرة جدا كانت شاملة كل أهل المنطقة، وأمي كمان جت وعرفت بوفاتي. كل الناس اللي كانت موجودة لاحظت انهيار علي عليا وعلى ابنه اللي لسه ما جاش للدنيا. كان صعبان عليهم جدا لأنه فقد كل أسرته في لحظة واحدة. وقبل الدفن علي جاب الأشرب المفضل ليا وصمم إنه يتلف حوالين رقبتي علشان أنا كنت بحب ألبسه كتير وأنا عايشة، وفعلا عمل كده. الغريب بقى في الموضوع أمي أنا كنت فاكراها هتنهار أول ما تعرف باللي حصل، بس اللي حصل غير كده. ما كانش باين عليها أي أثر من مشاعر الحزن، أكن اللي ماتت دي مش بنتها. معقول تكون لسه زعلانة مني؟ كل اللي لفت نظر الناس إنها كانت بتبص لعلي بغضب شديد جدا وكراهية، كأنه هو السبب في موتي. وبعد ما اتأكدت إني خلاص اندفنت مشيت من غير حتى ولا كلمة. حتى الناس اللي حضرت كانوا عاوزين يعزوها ويسلموا عليها، بس هي ما ادتش أي فرصة لكده، أكنه كان واجب عليها وخلاص انتهى، ومشيت على طول بعد الدفنة. أنا أم محمود جارة الحاجة فوزية أم قمر. الست من بعد بنتها ما ماتت الظاهر كده إنها اتجننت، بقت تمشي في الشوارع تايهة، ما بتكلمش حد زي الأول، ولو حد كلمها تداري وشها وتجري منه، وتفضل تتلفت يمين وشمال، وبقت تقعد فترات كبيرة جدا في بيتها من غير حتى ما تخرج. والغريب بقى إنها كمان ما بقتش تنام بالليل، بتفضل مولعة شموع كتير جدا وتفضل تلف في أوضتها رايحة جاية. العيال الصغيرة بتشوفها من الشباك. الظاهر كده الست يا عيني اتجننت بعد وفاة بنتها. وبعد شهر من وفاة قمر في يوم على غير العادة بتاعتها لقينا أم قمر طالعة من بيتها مسرعة زي العسكري، على وشها ملامح الغضب ومتجهة لمركز الشرطة. في يوم لقيت باب مكتبي بيتفتح مرة واحدة من غير استئذان، لقيت أم قمر بتجري عليا وبتقولي أنا لازم أقول لحضرتك حاجة يا باشا بخصوص قضية بنتي قمر. قلت لها قضية إيه يا ست انتي؟ إحنا مش قفلنا خلاص القضية دي من شهر؟ بنتك وقعت على السلم وماتت وقفلنا المحضر على كده. قالت لي لازم تسمع مني الحقيقة. فقلت للعسكري يقفل الباب وقعدت اسمع لها، وقالت كلام غريب جدا مفيش حد عاقل يقدر يصدقه. في البداية قلت لنفسي أكيد الست دي اتجننت بسبب وفاة بنتها، بس قررت أسمعها. فضلت تتكلم حوالي ساعة،
وأنا مع الوقت بدأ الكلام يدخل دماغي والشك يملأ قلبي، واديت احتمال لكلامها إنه يكون صح رغم إنه ضد الواقع والعقل تماما. بعد ما الأم مشيت اكتشفت إني لازم أطلع جثة قمر تاني من القبر عشان أتأكد من كلام أمها. فرحت للطبيب اللي كتب تقرير الوفاة وقلت له إن الجثة لازم تطلع. اتفاجئ الراجل من كلامي، بس بعد ما حكيت له كلام الأم استوعب وقال لي ماشي. المهم في ساعتها رحنا على المقبرة وطلعنا النعش وفتحناه وطلعنا الجثة. من حسن الحظ إن الجثة كانت لسه سليمة لأنه التربة كانت باردة جدا لأننا كنا في الشتاء، ونقلنا الجثمان لمكان يسهل الفحص فيه، وخرج كل العمال ما عدا أنا والطبيب. وبدأ الطبيب في فحص الجثمان، وبعد وقت قصير جدا اكتشفنا اللغز اللي الأم قالت عليه لما حكت لي. أول ما شفنا الحاجة اللي الأم قالت عليها بصينا لبعض باندهاش لأنها حاجة فوق الخيال ومستحيل أي حد يصدقها. تعال نشوف الأم قالت إيه. أنا أم قمر، يوم ما ماتت قمر واتبلغت بوفاتها أنا كمان مت. أنا كنت بحب بنتي أكتر من نفسي، هي كانت كل حاجة ليا في الدنيا. ولما رحت جنازتها ما تقبلتش موضوع موتها ده أبدا، وكانت مشاعر الغضب من جوزها متغلبة على مشاعر الحزن عندي. لو ما كانتش اتجوزته كان زمانها لسه عايشة في حضني، كنت هحافظ عليها طول عمري، لولا تدخل الشيطان اللي اسمه علي هو اللي دمر حياتنا وسرق بنتي مني. كنت قرفانة منه ومن الناس اللي متعاطفة معاه، كان بيمثل وهم كمان كانوا بيمثلوا. محدش كان زعلان على بنتي غيري أنا وبس. كمان كنت حاسة إن في حاجة غلط، بنتي كانت هادية وحريصة على نفسها، أكيد في حاجة غلط، بس هعرف منين إيه اللي حصل لبنتي؟ بعد ما الجنازة خلصت اتجهت مسرعة لبيتي بفكر في طريقة أتواصل بيها مع روح بنتي لأنها هي الوحيدة اللي عارفة الإجابة علشان أعرف ماتت إزاي وقلبي يرتاح. فبدأت على طول أحضر طقوس استحضار الأرواح، وخصوصا إن عندي علم بسيط منها لأن والدي كان بيمارس الطقوس دي دايما، فكنت بشوفه وأنا طفلة. المهم جهزت الأجواء ونورت شموع كتير في كل أنحاء الأوضة، وبدأت أصلي وأشتغل على الموضوع ده. وكل شوية كنت ألف أوضتي وأتلفت وأدور على أي إشارة تدلني إن شبح بنتي حضر. وبعد 15 يوم من الطقوس دي حصل حاجة غريبة جدا. لقيت هوا جامد فتح الشباك ودخل معاه نور قوي ملا كل الأوضة، بس راح بعديها بلحظات. بس بسبب اللي حصل ده اديت لنفسي أمل وحسيت إن الطقوس بتاعتي ماشية على الطريق السليم. استمريت في الموضوع ده وكثفت الطقوس، وبعديها بيومين حصل نفس الشيء تاني بس المرة دي بصورة أقوى، والضوء كان جامد جدا والبرد كان أشد لدرجة إن طفى كل الشموع اللي كانت في الأوضة، وأنا دريت عيني من شدة الضوء. وواحدة واحدة بدأ النور يهدى، ولقيت في وسط الأوضة ظل أسود. لقيت في وسط الأوضة ظل أسود على شكل بنت كانت لابسة أسود في أسود، فعرفت إنه شبح بنتي قمر. وبعد كده الضوء اختفى والبنت بدأت تبان أكتر في نص الأوضة. كانت لابسة أسود وشعرها طويل وأسود، وعينيها كمان كانت سودة وما فيهاش نني. أول ما شفت الشبح ارتعبت جدا رغم إني أصلا كنت بعمل كل ده علشان يحضر، بس ما كنتش مفكرة إن الموضوع هيبقى مرعب كده. بدأت أرجع لورا والشبح يقرب مني، فضلت أرجع وهو يتقدم أكتر لغاية ما في لحظة كان لازم أوقف وأقاوم وأتمالك. مش هو ده اللي أنا كنت عايزاه، لازم أتكلم معاه علشان أعرف إيه اللي حصل مع بنتي قمر. كل اللي قدرت أنطق بيه أنتي مت إزاي يا قمر؟ قلتها وأنا في منتهى الرعب. وأول ما قلت كده وقف الشبح في مكانه ورجع لورا وفتح بقه وبدأ يطلع منه دخان أسود كثيف جدا. وبعد ما خلص بدأ يتكلم بصوت خشن وقال: علي قدام الناس كان باين إنه شخص محترم وبيحبني، لكن الواقع كان غير كده. علي كان دايما بيهني وبيضربني على كل كبيرة وصغيرة، وكانت حياتي معاه عذاب. وفي اليوم اللي اكتشفوا فيه إني مت علي اتخانق معايا خناقة كبيرة جدا بسبب إني زودت الملح في الأكل، فقلت له إني أسفة وإنه لما يرجع من شغله هيلاقي أكل تاني. بس للأسف بدأ يضرب فيا كالعادة، وفي الآخر مسكني من رقبتي ورفعني لفوق. وفي اللحظة دي الشبح اترفع من مكانه وفتح بقه وبدأ يسحب كل الهواء اللي في الأوضة أكنه بيعبر إنه كان محتاج هواء في الوقت ده. وفجأة بدأ يلف رقبته، وسمعت في الوقت ده صوت طرقعة كأن الرقبة اتكسرت. وكمل الشبح لف رقبته لغاية ما بقى صدره ليا ووشه باصص للخلف، وأنا ببص للمنظر في ذهول ورعب. وبعدين نزل على الأرض وبدأ يمشي ناحية الشباك وكانت راسه متجهة ليا. وقبل ما يختفي ابتسم ليا ابتسامة جميلة كأن بنتي بتشكرني إني حاولت أعرف الحقيقة.
وبعديها فضلت أعيط وأبكي على بنتي والدموع اللي كنت محوشاها من يوم ما ماتت، ونمت يومها من التعب. وتاني يوم جريت على الشرطة عشان أحكي لهم على اللي حصل، إن علي هو اللي موت بنتي، خنقها وكسر رقبتها وماتت بسبب كده. الطبيب كان بيسمع ومش مستوعب، وبعد شوية من الوقت بدأ يربط الأحداث ببعضها، وقال لي علشان كده علي زوج قمر كان قاعد جنب راسها ومش راضي يسيبها، وصمم إنه يحط الأشارب اللي كانت قمر بتحبه علشان محدش يشوف آثار الخنق على رقبتها. وفعلا لما شلنا الطرحة من على رقبة قمر لقينا آثار الخنق ومكان صوابعه معلمة على رقبتها. وبعد مزيد من الفحص لقينا فعلا إن رقبة قمر كانت مكسورة. واتقبض على علي بتهمة قتل زوجته. وحكت الأم في المحكمة على الشاهد الشبح اللي حكى لها كل تفاصيل القضية. والغريب إن المحكمة اعترفت بكلامها بعد الربط بين كلام الأم وأوراق الطب الشرعي، واتحكم على علي بالسجن مدى الحياة. واكتشفوا فيما بعد إنه كان متجوز قبل قمر مرتين كمان، وزوجاته الاتنين توفوا في ظروف غامضة. وبعد 3 سنين من الحكم لقوا علي متوفي في الزنزانة والسبب مجهول. انتهت القصة.